ازيكم؟ هنجيب قطعتين 10 في 40 وقطعتين 25 في 10. هناخد القطعة ال25 هنلزقها في القطعة ال40 على بعد 5 سنتي، هيبقى 5 سنتي من هنا و10 سنتي من الناحية التانية، وهنلزقهم في بعض بالغيرة أو بالأمير المتوفر عندك اشتغل بيه. وبعد كده القطعتين التانيين زيهم، وبعد كده هنلزق الأربع قطع في بعض بنفس المادة اللي هتشتغل بيها، ونتأكد ان القطعتين اللي فوق واللي تحت في حذا بعض اللي هم بطول 40 سنتي. وهجيب سلختين 3 سنتي وهلزقهم في الظهر عشان يبقوا دعامات يمسكوا لي الاربع قطع في بعض. وبعد كده هربطهم بمسامير 3 سنتي لان سمك الخشب وهو دبل بيكون 3.5، ف3 سنتي كويس جدا. بعد كده هلزقهم شريط حرف، وبعد كده هركب الحبل. هجيب بونت 4 مللي وهبدأ أخرم مكان العلاقات اللي هيتعلق منها المجات. والعلاقات المستخدمة هي علاقات للحوائط أصلا، بس أنا بحب أستخدمها لما أجي أعمل كوفي كورنر أو ركن القهوة أو رف القهوة زي ما تسميه سميه. وده كان الشكل اللي أنا اخترته. وبعد كده رحت لبتاع الليزر وعملت جملة اسمها بات فيرست كوفي. طبعا انت ممكن تكتب الكلمة اللي تعجبك، ممكن تكتب قهوتي، ممكن تكتب ركن القهوة، اللي تحب تكتبه اكتبه. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وتقولي رأيك في كومنت وتعمل فولو. والكلام هنا اخترته باللون الابيض، وده الشكل النهائي للكوفي كورنر او لرف القهوة او حامل المجات، هو ليه كذا مسمى. بس كده، سلام.